السلام عليكم. جايب لكم شوية فيديوهات لناس قررت انها تسيب اوروبا وامريكا وبلادها ويجوا يعيشوا في مصر. عايزكم تشوفوا ليه عملوا كده. اسمعوا الفيديوهات ديت، كذا فيديو جايبه لكم جمال جدا. ناس قررت ليه تيجي تعيش في مصر مدى الحياة، خلاص سابوا اوروبا وسابوا بلادهم وسابوا كل حاجة وقال لك هنيجي نعيش في مصر بس. طب ليه يا عم ما تروحش اي دولة تانية؟ قال لك لا، هي مصر. حاجة جميلة جدا، فيديوهات هتعجبكم قوي قوي قوي. تابعوني، معاكم محمد ابو فرحة. Recently moved to Egypt, and ever since moving here, life has got considerably better. So, prior to moving to Egypt, I was قال لك قبل ما اجي مصر انا كنت مشغول بفعل اي شيء، not a lot going. ما كانش عندي حاجات كتيرة I اعملها. had so much going on. I don't know if you know it, but when you're in the UK, you just seem to be كان في trying to المملكة be doing المتحدة this, doing بريطانيا، that, and then انجلترا. like you sit back and think, well, I've been so busy here, but like, have you done actually anything? هل فعلت اي شيء بشكل جيد النهارده؟ ما كانش بيعرف يعمل حاجة كويسة. هتصدموا من اللي هيقوله كمان شوية. لما جيت بقى مصر اكبر مشكلة كانت عنده الزحمة، وانه يصلح العجلة بتاعته. هو كل شوية يعني يروح يصلح عجلة. قال لك هنا الطقس جميل، في انجلترا سيء جدا. انا هنا عندي شمس على وشي. لما انا اصحى الصبح اشوف المنظر الجميل ده، هل هيجيلي اكتئاب؟ هل انا احمق؟ لا. تغيرت طريقة حياتي 10 أضعاف منذ انتقالي إلى بلد آخر لما جه مصر. ده أحسن قرار أنا خدته في حياتي. Go to the shop. I'm like, oh right, need to get this, need to get that, need to get this. The UK, it cost me £100. بيقول لك لما كنت بسافر انجلترا، هناك في انجلترا اروح السوبر ماركت ادفع 100 جنيه استرليني. هنا 10 جنيه. انا عندي صعوبة ان انا انفق 1000 جنيه. لما انا وصلت مصر هنا اموالي تتراكم، بقى عندي اموال كتير قوي. تقدر تكسب المال. شوفوا الراجل ده كمان قال لك احنا ليه بنغادر المملكة المتحدة؟ ليه احنا بنسيب انجلترا؟ هل انتم مستمتعين بالتلج عندكم في انجلترا؟ قال لك الاسعار هنا رخيصة في مصر. قال لك في انجلترا في رهون عقارية بياخدوا ضرائب جامدة قوي عليهم، عقارات فوق طاقتهم. القائمة تطول، يعني بيقول لك الشرح كتير عن المساوئ. أنا جاري الآن الانتقال إلى مصر. إيجارات رخيصة، سماء زرقاء، أشعة الشمس على مدار السنة، طعام رخيص بدون ضريبة، أكتر من مجتمع، الشعوب مجتمعية جميلة بتحب الناس. قال لك أحسن حاجة إن أنا ما أظبطش المنبه. احنا بعنا كل ما نملك وجينا مصر. ويقول لك انا مش مصدق ان انا عملته. احنا تلقينا من التعليقات المصريين دعم جامد على قناتي على التيك توك. Just for people that are new followers and just jumped on to my TikTok, obviously we're spending a couple of days in Cairo until our parrot Rio is ready to come out of quarantine. هو كان جه ايام الحجر الصحي، فاكرين بتاع كورونا؟ قال لك انا عندي منزل اشتريته في سفاجة. كتير قوي قوي رايحين الغردقة. ناس بتسألني طول الوقت أنا بحب إيه في مصر؟ ليه اخترت مصر؟ قالت لك 5 أسباب: الشعب، الثقافة، تكلفة المعيشة، التاريخ. الشعب المصري من ألطف البشر على هذا الكوكب. ولاد نكتة وبيحبوا الضحك والهزار.
المصريين لطفاء. الثقافة، مصر عندها ثقافة. الآثار بتاعتنا يا جماعة، الناس بتسيب حياتها كلها وتيجي تعيش في مصر عشان آثارنا ساعات. أنا لاحظت لما عملت الفيديو ده حاجة جميلة جدا، بتحب الأكل بتاعنا، إن في ناس سابت بلادها لأسباب متعددة قوي وكلهم اختاروا مصر. في ناس سابوا حياتهم علشان أهلهم مش مبسوطين معاهم، عشان بلادهم مش مبسوطين هناك، عشان الدين. واحد قالك أنا سايب كل البلاد وسبت بلدي علشان الدين. اسمعوا حاجات جميلة قوي. قالك بتقولك التاريخ رائع، التاريخ المصري. أنا وأنا طفلة صغيرة مهووسة بالأهرامات. قلت لك أحسن حاجة إن أنا أعيش جنب الأهرامات والحاجات دي. هنا عندك فواكه خضرا جميلة، مبسوطة قوي بأكلنا. أنا شفت فيديو واحدة مبسوطة قوي بالفواكه وبالمانجا، تقول لك أنا اخترت مصر عشان المانجا. أنا بالتأكيد أحب مصر وأحب العيش في الخارج. الخارج بالنسبة لي هي مصر. المعيشة والأمن في لندن والقاهرة، شوف الأمن، كلهم بيتكلموا عن الأمن، حتى ترامب بيتكلم عن الأمن. دعوني أقدم هذا. عايشة في الزمالك، تجربتي الوحيدة هي دي تجربتها يعني. بترجع الساعة 2 بالليل ولا كأن أضواء مضاءة، الناس ماشية، العربيات. في لندن كنت أقعد ساير المفاتيح في يدي وجاهز إن أنا أضرب أي شخص على رأسه. ده قبل 5 سنوات، والوضع الآن في لندن يزداد سوءا. في القاهرة بشكل عام إذا حدث مكروه لأحد الناس تتلم وتساعد، حادث أي حاجة. بس أنا لا أثق في الناس في إنجلترا إن هم هيجوا يساعدوني لو حصل لي أي حاجة. بلدكم حلوة يا جماعة، حافظوا عليه، حافظوا على نفسكم. الناس بتتمنى عيشتكم وانتوا عايزين تروحوا لهم. احلى حاجه عند الست دي انها هنا في مصر تشرب القهوه بتاعتها الصبح. جابت 3 اكياس من البقاله، 4 زجاجات لتر ونص ميه، وشلتهم تحت ايدي. I have never seen men look at me so horrified. And I was talking to a friend, and he was like, "What are you doing?" And he just said, "Lisa, it's time to learn how to be more of a princess." لما كانت بتشيل اكياس ولا حاجه تلاقي ناس مصريين نشيلك تحت امرك. قالت الكلام ده ما بشوفوش في امريكا. بتقول لك الناس كده كلهم فرسان، يمتازوا باخلاق الفروسيه. عن اذنك تحت امرك، هات اشيل عنك الكيس. مش بيعكسوا. Like it's so sweet, like just the amount that they will like make sure you're okay. Do you have somewhere to sit? It's hot out. الجو حر بالخارج، لا يجب أن تكون واقفا. أجيب لك كرسي تقعدي. إن شاء الله هعمل لكم الجزء الثاني منه قريب، تابعوني بس. I put my 75-pound suitcase in there, getting on the train in heels, and men are just watching you stand there. Don't worry about me, but I've seen men not stand for. يعني لما تيجي تقعد ولا حاجة مش لاقي مكان، الناس بتقوم لها هنا في مصر. احترموا كبار السن. Come to Egypt. تعالوا مصر يا جماعة، والله مصر جميلة جدا بناسها، وجميلة بكل حاجة، ومصر بتتحضر جدا. عندنا الحضارة والتاريخ. تابعوني، محمد أبو فرحة. السلام عليكم.